احلى صباح عليكم حبايب قلبي. عاملين ايه؟ النهارده عملت لكم بقى كيكه الهوهوز. قلنا بقى نعملها كده نفطر بيها مع بعض باسهل طريقه، وبصراحه كانت سهله جدا ومخدتش وقت برضو خالص. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا طالعه عاليه وجميله جدا، مكوناتها سهله جدا وفي كل بيت. تعالوا بقى نشوف الطريقه مع بعض. جبنا بقى 2 من الهوهوز، و5 معالق من الكاكاو الخام الاسباني، وكوباية دقيق وكوباية لبن وكوباية سكر، وكان في كوباية زيت بس هتظهر دلوقتي. هننزل كده بالسكر وعليه اللبن وبالكاكاو بتاعنا، وهنجيب بقى كوباية الزيت اهي، كانت الكاميرا بس مش جايباها. حطينا كوباية زيت، كله كوباية واحدة بس. وهننزل بقى بالهوز بتاعنا، بجد مغير طعمها جميل جدا جدا، يعني تحفة بجد. تحس اللي هي يعني بتاكل كيكة شوكولاتة بجد لكنه هوز. هي شكل الجاتو شاتو بالظبط، بس الهوز هو الزيادة فيه، مخلي طعمها حلو جدا. نقطعها بس كده، هنضربها بقى في الخلاط. ولو تقل معاكو الخليط ده، لو تقل معاكو هتزودي شوية لبن، لو الخلاط مش عايز يضرب يعني لو هو تقيل. بس كده ضربناه، هنشيل بس ايه، كوباية الا ربع كده من الخليط بتاعنا عشان هنسقيه بيها في الاخر. بعد كده هنجيب 3 من البيض، وهنجيب ظرفين من الفانيليا. بس كده، وهنضربه طبعا جامد تاني في الخلاط. ضربناه اهوت. انا ما جبتلكوش الخلاط عشان خاطر ما اطولش معاكم الفيديو. بس كده هنجيب بقى البولة بتاعتنا، وهنجيب المنخل طبعا، وهننزل بقى بكوباية الدقيق اللي انتوا شفتوها. لازم ننخلها طبعا كويس جدا. انا نخلها قبل كده، بس لازم هنخلها تاني عشان كل ما تتنخل بتفرغ الهواء اللي فيه، الكيكة بتاعتنا تطلع حلوة وهشة وجميلة. جبنا بقى كوباية تانية كده، حطينا كوبايتين دقيق مليانين. طبعا نخليهم كويس. تمام كده. هنجيب بقى طبعا ظرف كده من البيكنج باودر ورشة من الملح، وهنقلب بقى الخليط الجاف كله مع بعض، وهننزل عليه بالخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه زي الجاتو شاتو بالظبط، بس حطينا زيادة فيها الهوهوز. بجد مغير طعمها ومخليها جميلة جدا. طبعا هنضربها كويس جدا. نكون محضرين البيركس بتاعنا كده، المكونات مظبوطة. بس كده، جبنا البايركس طبعا دهناه دهنة زيت، غير طبعا الألمونيوم لازم تحطي رشة دقيق بعد ما تدهنيه الزيت، تحطي رشة دقيق وتنفضيها كويس. لا، البايركس بيبقى زيت بس، وبتطلع جميلة وما بتلزقش وبتبقى جميلة جدا. طبعا انا كنت مولعة الفرن وسايباه يسخن شوية. هننزل بالخليط بتاعنا، مخدتش وقت خالص، ينفع فطار او عشاء مع كوباية شاي كده. طبعا عجبت الاولاد جدا، والاولاد طبعا بيحبوا الحاجات دي. هننزل بقى بالخلة كده بس نفرغ الهواء عشان تعلى كلها زي بعض. هندخلها الفرن بعد طبعا على درجة حرارة 100 و180. يا دوبك ريحتها بس طلعت. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا حطيناها على فوطة عشان كانت سخنة. نزلنا بقى بالخليط اللي احنا كنا شايلينه، طبعا هي سخنة فالخليط ساح معانا. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. خليني اقول لكم على ريحتها جميلة جدا. طبعا هنوزع كويس. كنت جايبة كان عندي كمان شوكولاتة اللي هي القوالب دي، سيحتها شوكولاتة الخام، سيحتها في الميكروويف
طبعا الخليط عشان سخن، الكيكه سخنه، الخليط ساح معايا كده. بعد ما بردت شويه سيحت بقى الشوكولاته، حتى لسه هي في قطعه ما اتساحتش. سيحت شوكولاته في الميكرويف كويس ونزلت عليها بعد ما بردت بقى شويه، نزلت عليها بالشوكولاته كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت جميله جدا. في ناس بقى بتحب تزينها، عامله زي قطع الجاتوه بالظبط. حابه تزينيها، حابه تسيبيها كده، انت حره. كده بقى بعد ما بردت معانا، بصوا عملت ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. حسب بقى ما الاولاد بيحبوها، ممكن تقطعيها حتت جاتوه كمان. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوها وما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا طالعه هشه وجميله جدا وعاليه. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله. وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي.